الرياضة 24 ساعة نقف إلى جانب رؤساء السلطات المحلية في هذه الأمور وقضايا أخرى، لأنه هذا جزء أساسي من عملنا. طيب دكتور، بعيدا عن مباراة الطيرة يعني، ولا بد انه اسالك كسياسي ورياضي وموجود في كل هاي المحافل، أولترا السخنين يغرد ويكتب العيون على رفح، أقاموا الدنيا ولم يقعدوها في وسائل الإعلام خاصة العبرية. أكثر من مرة حكيت إنه مجندة ومتجندة وموجهة، وأم يعني بكتبوا بوشاة، يعني أمر مخجل وأمر محزن. إيش يعني مش قادر أفهم، إلى جانب إنه بن كفير سيقدم مشروع قرار يطالب فيه بمعاقبة الفريق اللي جمهوره لا يحترم النشيد الوطني الهمنون، بإبعاده عن الملاعب، إغلاق الملعب، وحتى يعني إذا بده يغلق استاد الدوحة عربي ممنوع تلعب في استاد الدوحة. كيف تعاقب على ذلك دكتور؟ أولا في الموضوع الأول، تفضل. البوستر والصورة التي نشرها أولترا السخنين هي مظهرة، هي صورة إنسانية انتشرت في كل العالم. كبار المشاهير في العالم، كبار المشاهير ينشرونها. شو مكتوب عليها؟ أيضا رفح، عيوننا على رفح، عيوننا على رفح. ليش عيوننا على رفح؟ لأنها بالملايين التي رحلت والناس التي قتلت والأطفال التي قتلت حركت مشاعر ناس كثر في العالم أجمع، حركت مشاعر العالم. مع من يقف أولترا السخنين الذي في بداية الحرب كان ضد الأطفال أيا كانوا، ولذلك هذه قضية إنسانية وضميرية من الدرجة الأولى، والجمهور السخنين يستطيع أن يظهر، ومن ينتقده ويقول عار أو عار يرتد عليه. وأي جزء من الحملات اللي على الجمهور العربي، على رياضيين، على فنانين، على أي من يتظاهر، على النواب، على السياسيين اللي في الدنيا، إنه أي قصة الأطفال ما فكروا. طيب دكتور، كيف يمكن التصدي لكل خزعبلات بن كثير الآن؟ اسمع، في هذه الأجواء ما بعد الحرب، الائتلاف إذا بيجيب قانون أمن الشمس تشرق الظهر بمر، لأنهم متكتلين مش مهم صح أو غلط، بفوتوا مع بعض من باب إنه في دراما وفي أزمة وفي مأساة وكذا. تمر قوانين من أسوأ ما يكون. لا أعرف ماذا سيكون مصير هذا القانون الشعبوي الأخير، لأنه لا يوجد شيء في القانون يلزم بالنشيد هتكفى في بداية المباراة إلا في مباراة المنتخب، لأن المنتخب هو منتخب قومي، فبيغنوا في كل العالم بنشدوا النشيد القومي لكل دولة. أما مش المباريات، يعني بطار أورشليم بحطوا هتكفى. أنا بوقف الشيء لأنه مش بديش أوقف، أما الناس مش ملزمة، لأنه القانون لا يلزم في هتكفى في بداية المباراة في أندية عادية. نعم. وبس باقي البلاد يعني الفرق اللي صارت تعزف النشيد الوطني، الخديره وهبوع الحيفا، وفي احد المقابلات في وسائل الاعلام العبريه انا قلت لهم انتم اللي بتهينوا النشيد الوطني، لانه صار يعني من دامت ساعاته كيف بنحكيها دكتور. بتاجروا فيه وبيناكفوا فيه، وربما اداه للدفاع، اداه للتقوقع القومي في فتره حرب بعد التراوما. فاحيانا يبحثوا عن الرموز ويريدوا أن يفرضوها على الآخرين. في كثير من اليهود لا يوافقوا على هذه الخطوة، كثير من اليهود مش يسار، يهود من الوسط والمركز لا يوافقوا على هذه الخطوة. هذا شيء قومي لا يصح أن يفرض في الملاعب. في إيطاليا فيش نشيد وطني في بداية كل مباراة، في بريطانيا فيش نشيد، ولا في اسبانيا ولا في اي مكان حتى. ولا في اسبانيا. واعتقد هذه الدول تفهم وتهتم بالرياضه وتحترف الرياضه شوي اكثر من اسرائيل، اذا انا مش غلطان. اكثر بكثير، انت مش غلطان. طيب دكتور، نرجع للمباراه، اي نتيجه تتوقع هذا المساء النادي الرياضي الطيري هبوع كفر سبا؟ نحن نتمنى ونتضرع الى الله ونصلي من اجل ان ينتصر الفريق الطيراوي، لأنه نريد أن يكون في الدرجة الممتازة والطيرة تستحق.
دكتور احمد طيبي، اشكر جزيل الشكر وبالنجاح، وان شاء الله تتمتع بالاهداف الكرويه ان شاء الله. الى اللقاء.